السلام عليكم حبايبي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه باذن الله. اليوم نهار جديد، فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما شفتوا معايا في الميني فيديو اللي قبل، وقلت لكم غادي نشارك معكم هاد العجيبه. واحد الوصفه زوينه صراحه، كتجي زوينه ف وكتجي مفشفشه. هنايا راه كنقطعها وبقى سخونه، حرقاتني غير باش نوريكم كيفاش كتجي. المهم غادي تشوفوا معايا المقادير والطريقه، ولكن قبل نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ف ما تنساونيش من اللايكات، ما تنساونيش من البارطاج والدعم ديالكم، راه كيهمني بزاف باش هكا القناه ديالنا تكبر والعائله ديالنا تكبر ويكونوا فيديوهات دائما جداد وافكار جديده وعلاش لا. المهم غيكونوا بطبيعه الحال خرجات، غيكونوا فلوغات ان شاء الله، غيكونوا بزاف ديال الحوايج. خصني التفاعل والبارطاج و... و... والتعليقات، ما تنسونيش من التعليقات المحفزه اللي كتخليني بطبيعه الحال نتشجع انني نوض ونصور فيديو رغم الضغوطات، رغم الاشغال، رغم شحال من حاجه يعني اللي كتعيق انني نصور كل نهار. ولكن يعني خاصني نصور باش هكا نشارك معكم ونوفيكم حقكم ونكون عند الوعد ديالي وحسن الظن ديالكم ان شاء الله. فهاد الايام كنحاول انني نحط 2 فيديوهات في السيمانه هذه، الا ما قدرتش يعني اذا كانت خارج خارج الاراده ديالي، فراه كنحاول على الاقل نحط لكم فيديو ولي شورت قصار هكا باش ما نغيبش عليكم، ما نغيبش على القناه. وكيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو يعني صورت لكم مقتطفات من داكشي اللي فاش صوبتها، يعني مره كنصورها مره لا صراحه. حطيت لكم غير داكشي اللي صورت. المهم غادي تشوفوا معايا طريقه بالتفاصيل الدقيقه والتفاصيل الممله. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا للتعاليق وتقولوا لي كي جاتكم، واش صدقات معكم واش لا، عجبكم المذاق ديالها، شنو المشكل اللي لقيتو فيها، باش هكا نعرف واش كلشي صدقات معاه، واش كلشي عجباتو ولا غير انا والناس اللي ذاقوها. بطبيعه الحال الناس اللي قرابين مني وذاقوها. والتزيين راه كيبقى اختياري، فكل وحده انا باش زينتها. مهم خليكم مع الطريقه والمقادير. غادي نحتاجو في المقادير نص كيلو ديال الدقيق الابيض، 500 غرام ديال الدقيق الفورس، 100 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، 100 غرام او 6 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده. ممكن انكم تنقصوا، ممكن انكم ما ديروهاش على حسب المذاق ديال كل واحد. المهم الوصفه راه فيها سنيده، يعني هنا 100 غرام. معلقه ونص ديال معلقه كبيره بطبيعه الحال ونص ديال حليب غبره، معلقه ونص ديال خميره الفوريه، خميره باش كنعجنوا اولا 14 غرام. وغادي نحتاج واحد القبصه ديال الملح والماء باش غادي نجمع العجينه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في العجينه. بالنسبه للجبن والشوكولاته ديال الدهن فهادو غادي نحتاجهم في اخر حاجه غادي نحتاجهم. المهم غادي ندوز دابا باش نعجن العجينه ديالي. هنايا صافي وضعت تقريبا جميع المكونات باستثناء الزبده، يعني درت الملحه، سكر سنيده، الخميره، الزيت، حليب مجفف باستثناء الزبده ما درتهاش صافي. والماء للعجن درت كلشي كيتعجن. ماشي ضروري انكم ديروها في العجانه، انا غير درتها باش نربح الوقت وصافي.
حيت هي ما كتحتاج دليك بزاف، يعني غير كتجمع ليا العجينه صافي. كنضيف الزبده، نضيف الزبده غادي دورتها شويه على ما يعني العجينه كامله تندمج ليا معها الزبده وصافي. وغادي نغطيها وصافي. هنا غادي نخليها حتى ترتاح، يعني تختمر معايا مزيان، وغادي نرجع معكم من بعد ما اختمرت. كيف ما كتشوفوا فحاولت هكا نعطيها واحد البنيه باش كتخرج النفس اللي فيها. هكا كنحاول هكا نخرج غير داك الهواء اللي لداخل في العجينه، وغادي نصنع منها كويرات. كويرات يكونوا قد يعني نفس الحجم. يعني غادي نحاول ندير كويرات من العجينه كلها. غادي نخلي غير شويه في الاخير او لا، على حسب المول اللي عندي، على حسب المول اللي عندي. فانا غادي ندير كويرات، وغادي تشوفوا معايا طريقه باش غادي كيفاش غادي نعمرها. وهكا غنديرها في المول. فهنايا كندهن المول هذا ديال الزاج حيت كيلصق كندهنو. فاذا كان المول ديال الجرانيت فكيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو درتها في المول ديال الجرانيت ما دهنتوش لانه ما تيلصقش. يعني اذا كان المول ما تيلصقش ما تحتاجوش انكم تدهنوها. كان المول كيلصق فضروري انكم تدهنوه. صافي كناخذ دوك الكويرات ديالي ندير فيهم واحد المعلقه صغيره ديال الشكلاط ديال الدهن. يعني وحده كندير فيها الشوكولاته ديال الدهن، وكويره اخرى كندير فيها الجبن، اي نوع جبن بغيتو واي نوع ديال الشوكولاته بغيتو. يعني انا هادو هما اللي كانوا عندي في الدار وهادو هما اللي كنستعمل فدرت هادو. ممكن كذلك انكم تعمروهم باي حاجه اخرى، بحال دابا بالكونفيتير، اي نوع ديال الكونفيتير بغيتو. فانا هنايا درتهم بالجبن والشوكولاته ديال الدهن. والاخرين اللي جربت اللي هضرت لكم عليهم في الفيديو القصير اللي قبل، درت فيهم كونفيتير ديال الحامض حتى هو جا زوين رائع. ممكن انكم ديروا كونفيتير ديال الفريز، مشماش. اي مشماش ديروا داك العاقد ماشي داك السائل ديال الحلوى. صافي فكملت كل شيء بنفس الطريقه حتى عمرت المول ديالي. من بعد كندير كويرات صغار غنديرهم في وسط من هادوك الكبار على حسب العجينه اللي بقات ليا. فدوك الكويرات حتى هما عمرتهم. فانا عمرتهم بالزبده ديال الكاوكاو. الزبده ديال الكاوكاو باش عمرتهم. يعني كما قلت لكم فالحشوه كتكون اختياريه، اللي بغيتو. باش ما بغيتو تعمروا عمروا. فمن بعد ما انا جربته ونجحت معايا كنقول لكم يعني شنو درت وشنو ممكن يصلح، شنو ممكن انكم ديروا. صافي من بعد ما درت كويرات غطيتهم خليتهم حتى ارتاحوا واحد شويه تقريبا 5 حتى 10 ديال الدقائق. ودهنت بالصفار ديال البيض. وتزين راه كيبقى اختياري كيف ما شفتوا انا زيت بزنجلان وبحبيبات الشوكولاته و وبالفويتين. ممكن انكم تزينوا باي حاجه عندكم في الدار، اي حاجه بغيتو. فهنايا جاتني سخونه داكشي باش جبت الموس كنهز به. هي راه دغيا كتهز، فقط انا جاتني سخونه واستعنت بالموس. كنوريكم من الداخل كيفاش جات، يعني كيفاش كتجي ديك الحشوه في الداخل ديالها، وكيفاش كتجي مفشفشه. يعني كتجي مفشفشه مقطنه ومذاق الزوين، مذاق ولا اروع. خاصكم تجربوها ردوا عليا الخبر، ردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم وكيف جاكم المذاق ديالها، واش نجمحات معكم واش لا. وما تنساوش لي جيم، ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش التعاليق اكيد كيهموني. فهنا كنوريها لكم عن قرب يعني كيفاش كتجي ديك الحشوه. هكا تقدري تحطيها في الكوتي بلا انك ما تحطيش الشكلاط ديال الدهن بوحدو او لا كونفيتير بوحدو. فها هي جوج في واحد، محشيه معمره مع كويس داتاي، كويس القهوه، كويس الحليب. باش ما بغيتو دوزوها راه كتجي زوينه. وصافي نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم كيف ما كنقول لكم دائما. ونضرب لكم موعد
إلى فيديو قادم بإذن الله، نقول لكم بسلام عليكم، إلى اللقاء.